أقدر أوصل رسالتي لإياد عبد الله الأسدي. طبعًا بعد ما عرفت عندك تصوير وياه وهاي أمانة أستاذ أثير فدوة يا ريت توصلها. بعد ما عجزت وأيست بالتواصل ويا إياد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بي وما يرد علي حتى أقدر إنه أشرح له وأوضح له مشاعري تجاهه وحبي إله، فحبيت من خلالك إنه أطرح ما عندي وأوصل صوتي إله. أني من سكنة محافظة بغداد مهندسة معمارية وعندي أملاك وحالتي المادية خير والخير تعرف من رب العالمين والحمد لله. من خلال هذا الفويس أني أطلب الزواج من إياد وأكيد بأي شروط هو يريدها وحاب يخليها علي، لأنه والله يا أستاذ أثير تعب ودموع نفسيتي جدا تعبت قد ما أفكر بيه وأوصل مرحلة البكاء بلا شعور، وأكيد هو ما يرضى إنه يتأذى شخص بسببه، فأريد حل وأتمنى أسمع الجواب منه شخصيا ورأيه بالموضوع. شكرا جزيلا أكيد. يا أخي يعني شاشة وتسجيل وهي الشغلات وإنه أنا بعدين إنه أتزوجها ومن يعني تشوفها عيب؟ لا هي مو عيب، أنا ما لي علاقة بالعيب. طيب بس ما حبيت ما حبيت شنو؟ يعني ما حبيت الفكرة هذه. ما حبيت هي الفكرة مهندسة وتقول لي على الشاشة إنه هي مهندسة ولازم إنه أنا ما تخليني أحتاس. لا الحمد لله وشكرا أنا ما محتاس. هسه مو من باب انه تحتاج، هسه مو من باب انه انت راح تحتاج. وهي تطرقت لهذا الموضوع، هي لو ما متطرقة لهذا الموضوع كان عادي. باب مثلا صح. شو تشوف انت؟ يعني حاليا هسه رافض الفكرة. رافض الفكرة حتى لو سجل لي يعني تسجيل. طيب